السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي في الله؟ تعالوا شوفوا بقى كده، انا النهاردة وانا راجعة من الشغل وجاية من السوق جبت ايه. شوفوا الفلفل الجميل ده اللي موجود في السوق دلوقتي ب10 جنيه الكيلو. فانا نقيت من الاخضر ده 3 كيلو لان احنا بنعشقه مقلي. جميل جدا. جيت قدمت قدام شوية بصيت لقيت فيه من الأحمر ده، رحت جبت برضو منه ايه حوالي كيلو ونص. ده هعمله هريسة ان شاء الله. الطماطم ال3 ب10، رحت جايبة ايه 6 كيلو ب20. قلت ايه هعملها صلصة وانتوا معايا وهتشوفوا كل ده. خلاص. جبت ايه كمان معايا الملوخية الخضراء الجميلة دي، فانا هقطفها وهغسلها وهشيلها بكرة الجمعة. نرمين هي اللي هتقوم بقى بالمطبخ بقى، هي اللي عايزة تطبخ وانا علمتها خلاص وبقت تطبخ اكل جميل بالطريقة بتاعتي بالنفس بتاعي. خدت دقاتي وحركاتي، فالحمد لله بنتي ورثتني في المطبخ. ده شيء جميل، بس وقت ما جالها مزاج، بس جالها متأخر قوي. ماشي. وجبت البتنجان ده عشان ابقى اعمله محشي، وطلعت من الفلافل اللي انا جايباهم دول الفلفل اللي هو بيتحشي مع البتنجان الرومي. ماشي يا حبايبي. فانا دلوقتي هي دي مشترياتي النهارده. فانا عايزه اقول لكم على حاجه حصلت عشان انتوا اهلي واخواتي وحبايبي. بصوا حبايبي، الفلفل الاخضر ده انا لما باجي بنزل المترو في المرج، ففي خضرية انا بركب تاني من المرج. المهم في خضرية بيجيبوا الخضار بيبقى طازة من الارض ويجي يبيعوه بسعر حلو. يعني الفلفل انا جايباه منه ب8 جنيه الكيلو. ماشي. واكيد انتوا عارفين سعره 12 جنيه و15 جنيه دلوقتي اللي هو الاخضر ده. فالراجل بقول له ايه، واحده واقفه بقول لها لو سمحتي اديني شنطه، فجابت لي شنطه اديتهاني. فانا لما نقيت لقيته حلو وطازه، وراحت هي مفضيه اسمه سكاره كده فضيتها، فنزل منها احمر كتير. خلاص. فانا ايه اخدت شويه احمر. فانا ايه بقول ايه يا جماعه انا عايزه كيس تاني لان انا جبت 3 كيلو. فبقول يا جماعه انا عايزه كيس تاني. فاللي حصل ايه، الست دي كانت قاعده بتهزر مع الراجل باللي هم الالفاظ الخارجه، الكلام اللي هو مقفل. يعني انا كنت واقفه مش مائزه، بس لا تقرب لي ولا اقربها ولا ليا دعوه بيها اصلا. ماشي. فالمهم بعد انا ما لقيت شويه فلفل احمر، بصيت لقيتها راحت حاجه غريبه، راحت ناتشه من ايدي الشنطه وبتقول لي دي بتاعتي وانت خدتيها. فانا بقول لها لا، انا اخلاقي مش كده، انا واخده الشنطه فاضيه وانا نقيت فيها الاحمر ده، وانت شايفاني ايديكي مسابقاني وانت بتاخدي انت كمان فلفل احمر، فانا ما اعملش كده. لا هو كده، دي شنطتي وانت خدتيها. قمت قلت لها ايه، طب انا هقول لك على حاجه، انا مش مسامحاك اليوم الدين في الظلم اللي انت ظلمتهوني ده. راحت واخده الاحمر كله وراحت حاتفالي الشنطه فيها اللي هو الاخضر ده. قلت لها تحرم عليا، ما هاخد الشنطه دي خالص، وانتي بيني وبينك ربنا وانا مش مسامحاك اليوم الدين عشان انتي ظلمتيني ودي مش اخلاقي وانا ما اعملش كده، وفي نفس الوقت انا مش مسامحاكي في الفلفل اللي انتي خدتيه. هل ده ينفع من واحده مسلمه محجبه؟ يعني انا مش فاهمه يعني ازاي يعني. بس انا لما جيت هنا حكيت لجوزي ولبنتي، قالوا لي ما هي من الاصل ما عندهاش اخلاق. بس فاللي حصل بعد كده ان انا شوفوا بقى المعجزات بتاعت ربنا. جيت ركبت ورحت نزلت في الخصوص، المهم اللي انا ساكنه فيها. فانا وانا ماشيه في الطريق لقيت في واحد بتاع خضار حاطط الفلفل الاحمر ده اللي انتوا شايفينه كيلو ونص ب10. فانا بقول سبحان الله، يعني انا كنت هجيبه ب8 جنيه وموافقه وكل حاجه، بس الفصل القذر بتاع الست اللي خلاني ايه ما جبتش الاحمر ده. يلا هو ربنا رضاني وجبت الاحمر ده كمان، ورحت ايه اشتريته وروحت بعد كده. فانا عايزه اقول حاجه، الدنيا متفاتة، ما ينفعش، ما فيش وقت، ما فيش وقت. فالناس اللي هي ما عندهاش ضمير يا ريت تصحى وتفوق، والناس اللي عندها ضمير ربنا يبارك فيها. انا دلوقتي اللي طالبه منكم اللايك والشير والاشتراك يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.